هاي، انا الاء، وفي الفيديو ده عايزه اعرفكم ازاي تخلوا الطرحه هي الماستر بيس في الطقم بتاعنا، وبالتالي ما نقدرش نستغنى عنها خالص في الطقم وتبقى مميزه ومديالنا اضافه للطقم. زي الطقم اللي انا لابساه النهارده ده كده، طقم بسيط مريح للعين، وفي نفس الوقت الطرحه مدياله شكل جميل. عايز اقول لكم الطقم ده مناسب كمان لو حابين تلبسوه في حاجه تبقى كلاسيك، خروجه كلاسيك او كده، هيبقى حلو قوي معاكم. وده تاني اوتفيت معانا. زي ما احنا شايفين الطرحه ماتشنج جدا، وفي نفس الوقت هي الماستر بيس ومديه الاوتفيت بتاعنا لوك. كمان دخلت مع الالوان البيج والحاجات دي، دخلت اللون البيستاشيو، ده ماتشنج جديد مش بنشوفه كتير، فبالتالي بيبقى ملفت للعين وادى حيويه للطقم. ده الطقم التالت معانا. لبست شميز اوفر سايز عليه جاكيت اسود. على قد ما الابيض والاسود الوان بيزك قوي وناس كتير بتفضلها، بس حاولنا في الاوتفيت ده نقاد كذا حاجه تخليه مور كرييتيف ومختلف شويه ومميز. واكيد الطرحه هنا ماستر بيس لان هي ماتشنج كل الكالرز مع بعض، لدرجه ان الخط البيج موجود وعامل ماتشنج للاوتفيت كله. وطبعا في ناس هتقولي انه الطرحه اللي فيها الوان كتير وتشجيرات كتير ممكن ما تبقاش افضل حاجه، ومش اللوك بتاعها مش كلاسي، وتفضل الطرحه ساده بيزك قوي. لكن الاضافه للطرحه دي بالشكل ده عمل ماتشنج اكتر للكالرز، وخلاه كرييتيف اكتر، وخلاه مميز ومختلف. هنا الطرحه الماستر بيس بتاعتنا ساده مش مشجره خالص، فعلا خلت لي الطقم مختلف ومميز. كان ممكن حد يلبس ابيض زي التوب او لون الكورديجان وتبقى ساده، كان هيبقى لوك عادي، لكن الطرحه دي عملت ماتشنج للاوتفيت اكتر وخلته مش عادي، وعملت اضافه ليه، وعدم وجودها هيعمل فرق للاوتفيت. هنا احنا شايفين قد ايه الطقم بيزك ومفيهوش اي حاجه مميزه. جبنا الطرحه عشان تدي اد للاوتفيت تخليه مميز اكتر. زي ما احنا شايفين كان ممكن افكر انه الطرحه تبقى لون البلاوز او لون الكورديجان، بس حبيت ان هي تبقى لون رابع خالص عنهم، يعمل ماتشنج اكتر للاوتفيت. وكمان ممكن تاد شنطه نفس درجه الطرحه، هتبقى برده ظريفه جدا على الاوتفيت ده. في نهايه الحلقه حابه اوصل لكم ان مش لازم خالص اجيب الاوتفيت وابدا ادور له على طرحه. ممكن من اي طرحه عندي في الدولاب اقدر اعمل عليها اوتفيت زي ما شفنا في كل الاوتفيتس اللي موجوده في الفيديو. والنهارده بكده اتعلمنا ازاي نخلي الطرحه هي اساس الطقم. مش شرط خالص ان احنا نشتري للطقم طرحه، ممكن من طرحه موجوده عندنا نوظفها على الطقم. مستنيه رايكم في الكومنتس، ايه اكتر طرحه حسيتوها ما كنتوش متخيلينها على الطقم، ولما اتحطت حسيتوها فرقت وظريفه وعجبتكم.